اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده عيد شم النسيم، عيد سعيد على كل اخواتنا المسيحيين. اتمنى جميعا نكون بخير سواء مسلمين او مسيحيين. جيت النهارده اغطي معاكم اليوم من حدائق المنتزه. المنتزه النهارده زحمه جدا جدا جدا، عشان كده قررت وقلت لازم نيجي نقضي اليوم مع بعض النهارده ونشوف اجواء المنتزه في يوم شم النسيم. الواحد بعد ما لبس رجع صيف تاني، شتى صيف تاني. الاجواء مش متظبطه تماما، الجو مش مفهوم، ولكن ده ما منعناش اننا نيجي نقضي اليوم مع بعض في يوم جميل جدا. النهارده اجواء اسكندريه. تابع معانا بقى الفيديو للاخر. لو بقى حضرتك اول مره بتشوفني، دي قناتك ياسر هيروح فين. اتمنى تشرفني بالاشتراك وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك جميع اخبار اسكندريه في كل الاوقات. ليل نهار هتلاقينا بنتابع اخبار اسكندريه، مشروعات، انجازات، اي حاجه بتحصل، اخبار شواطئ، اسعار، اي حاجه باذن الله هتلاقيها موجوده عند اخوك ياسر. شرفني بالاشتراك وفعل الجرس، ويلا نكمل يوم شم النسيم من حدائق المنتزه. يلا نبدا. يومنا النهارده بدأ زي ما حضراتكم شايفين باننا اخدنا طريقنا اتجاه بوابه المنتزه اللي موجوده امام فتح الله المنتزه. وعاوز اقول لحضراتكم ان كان باين من واحنا متجهين لسه للبوابه ان في اقبال كبير جدا باين قدام البوابات. وعايز اقول لكم البوابه كانت زحمه جدا، ولكن الموضوع كان بكل سهوله ويسر. والحاجه بقى الجميله اننا اول ما دخلت على طول من على البوابه لقيت الراجل الجميل اللي واقف قدامك ده. الراجل ده لابس دبدوب يا جماعة زي ما احنا شايفين. طيب ايه الراجل ده بيعمل ايه وايه الحاجة الجميلة؟ الراجل ده واقف وواقف جنبه الشاب المحترم ده وبيوزعوا ورد على كل الناس اللي داخلة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. لو ركزنا هتشوفوا الراجل، اي حد داخل يا جماعه الناس دي بتوزع وبتديله ورد، ودي من الحاجات الجميله جدا ومن اللقطات طبعا المميزه انك اول ما تيجي داخل تلاقي المنظر ده قدامك كده على طول. طيب وصلنا المنتزه دلوقتي يا ياسر، احنا عايزين نتعرف على تفاصيل المنتزه الصغيره جدا اللي هي ايه بقى، اللي هي سعر التذكره كام وازاي اقدر اوصل للمنتزه. هقول لحضرتك سعر التذكره 25 جنيه للفرد، ولو معاك اطفال عشان تكون عارف الطفل من سن 6 سنين بيبقى عليه تذكرة كاملة. دي كده أول حاجة حضرتك لازم تكون عارفها. طيب تاني حاجة إيه؟ تاني حاجة حدائق المنتزه دي موجودة فين؟ موجودة في منطقة إيه؟ حدائق المنتزه دي نقدر نوصل لها عن طريق، لو حضرتك من أي مكان في غرب اسكندرية وصلت محطة مصر هتركب أي مشروع مثلا بحر، أو لو نزلت مثلا محطة مصر هنفترض اركب اي حاجة منظرة بحر هينزلك قدام بوابة المنتزه اللي انا دخلت منها. ده لو حضرتك جاي من اي مكان في غرب اسكندرية. جاي بقى من اي مكان في وسط البلد هتقدر توصل للمنظرة، ومن المنظرة الحديقة قريبة جدا. بوابات حديقة المنتزه زي ما احنا عارفين قريبة جدا جدا من منطقة المنظرة، وبالتحديد من كوبري المنظرة. كده جينا الحديقة بقى، وبعد ما جينا الحديقة هنعمل ايه؟ هتقدر تاخد جولة جميلة جدا جدا. كمان ضيف على كده موجود اماكن كتير تقدر تتصور فيها حضرتك انت والاسرة. كمان لو بقى بتحب البحر والشواطئ فالحديقة كمان موجود فيها، هي مش مجرد حديقة فقط لا غير. ده غير منطقة البحيرات اللي موجودة عندنا هنا، لا انت كمان عندك شواطئ المنتزه. ولكن عشان اكون صريح معاكم، شواطئ المنتزه وشواطئ المعمورة تعتبر من الفئات الاعلى في الشواطئ في اسكندرية. سعر التذكرة هيكون غالي شوية غير باقي الشواطئ اللي احنا بنشوفها وباقي الاسعار اللي بنتكلم عنها. ضيف على كده حضرتك هتدفع طبعا سعر التذكرة بتاع دخول البوابة ال 25 جنيه. فالتذكرة هتبقى بالنسبة لك غالية بالنسبة للشواطئ، ولكن في ناس بقى بتحب تيجي شواطئ هادية وشواطئ مختلفة، وبتعتبر ان الموضوع بيكون مختلف بالنسبة لهم. فالناس دي عادي تقدر تيجي شواطئ المنتزه. المنتزه بقى يا جماعة يوم شم النسيم النهاردة زي ما احنا بنشوف إقبال كبير جدا جدا على الحديقة. ولكن بقى عشان أكون واضح معاك، مش معنى إني بقول لك في إقبال كبير ومعنى إني بقول لك في زحمة ده يكون أثر مثلا على الحديقة أو على النظام اللي موجود جوه. أنا عايز أقول لحضراتكم في أمن موجود في كل مكان داخل الحديقة. وشايفين كمان أهو التطوير أصبح باين قدامنا، وشكل الشوارع اختلف عن أيام زمان. اخر بقى مره او المره اللي قبل اللي فاتت لما جيت صورت لحضراتكم كانت من فتره كبيره. جيت صورت معاكم في المنتزه كان لسه اعمال الانشاءات شغاله، كنا طول ما احنا ماشيين بقى بنلاقي عربيات
عربيات نقل كبيرة بتعدي، وبنلاقي المهندسين وبنلاقي العمال. ولكن حاليا بقى معظم الأعمال اللي جوه الحديقة انتهت، والحديقة بقت حاجة في منتهى الجمال. مساحة حديقة المنتزه كبيرة جدا جدا. كمان الشارع اللي قدامنا ده لو أخدت بالك بيطلعنا على قصر المنتزه، وقصر المنتزه ده كان أحد القصور الخاصة طبعا بالملك فاروق. ففايتك كتير لو ما جيتش المنتزه. حديقة كبيرة جدا، وبعد أعمال التطوير الموضوع اختلف. الحديقة أصبحت حاجة في منتهى الجمال. بكل صراحة أنا مش ببالغ، ولكن الحديقة أصبحت جميلة جدا. طيب بالنسبة بقى لمواعيد الحديقة، لو أنا عايز أجي أقدر أجي إمتى؟ هقول لحضرتك حديقة المنتزه شغالة 24 ساعة. الحديقة مش بتقفل، شغالة 24 ساعة. والمعلومة دي أنا اتأكدت من الراجل اللي كان بيقطع لي التذكرة وأنا داخل. سألته وقلت له عايز أجي الحديقة، المواعيد هتبقى إزاي؟ قال لي الحديقة شغالة 24 ساعة، مفيش أي مشكلة. اللي قدامنا ده بقى قصر الملك فاروق. أنا عايز أقول لحضراتكم يا جماعة، طول ما انت ماشي الناس بقى قاعدة في كل مكان. الناس النهاردة مبسوطة جدا. الحديقة في أيام الأعياد وأيام بقى عيد شم النسيم وعيد الأضحى وعيد الفطر، كمان في أيام بتيجي معانا في الأسبوع زي يوم الجمعة، الحديقة بتبقى زحمة جدا. ولكن عشان نكون واضحين للمرة التانية، الزحمة مش معنى اني بقول لك الحديقة زحمة ده معناه ان في تأثير على اي خدمات بيتم تقديمها جوه. لا، الحديقة شغالة ومفيش اي مشكلة. طلعنا كده اتجاه البحر اهو. ده الكوبري اللي موجود على البحر بالظبط. وشايفين الناس كلها، كل اللي موجود او 90% من الناس اللي موجودة النهاردة في المنتزه أسر. يعني الموضوع مش عشوائي. الموضوع حضرتك هتجيب أسرتك وهتيجي، مش هتتعرض لأي مضايقة، مش هتلاقي حاجة تضايقك، مش هتلاقي منظر مش كويس. لا، الموضوع خلاص اتحجم. الموضوع خلاص أصبح فيه انتشار للأمن، موجودين في كل مكان في الحديقة. طلعنا بقى كده اهو اتجاه البحر. شايفين ده اهو الكوبري اللي موجود على البحر بالظبط. حاولت الف في كل مكان في الحديقة، ولكن بقى عشان ما اطولش عليك في مدة الفيديو فنزلت لك دي يعتبر 75% من التصوير اللي انا صورته. يعني لسه كمان معانا بقى منطقة البحيرات، ومعانا اجزاء تانية في الحديقة صورتها. ولكن صورتها بقى بعد ما كنت بقى جهزت الفيديو ده لحضراتكم عشان تتابعوا معايا الاجواء. ما حبيتش اتاخر عنكم بكل صراحه. يعني كنت بفكر انزل الفيديو بالليل، وبعدين قلت لا، انا لازم اخليك تشارك معانا اجواء شم النسيم من حدائق المنتزه. المنتزه بعد التطوير سعر التذكرة 25 جنيه. الحديقة حاجة في منتهى الجمال. الحديقة جاهزة لاستقبال طبعا اخواتنا من كل مكان. يعني حضرتك لو من بره اسكندريه وعايز تيجي تقضي يوم انت واسرتك، تقدر تيجي بقى في اي وقت. الحديقه جاهزه والحديقه جميله. بصوا حاولنا نمشي كده اهو في وسط الاشجار وفي وسط الاسر. كنت رايح اشوف ايه بقى كده وانا ماشي، كنت رايح اشوف المعرض بتاع الترماي القديم اللي موجود، واللي انا بدأت المقدمة معاكم في بداية الفيديو من عنده. مشيت كده اهو، دخلت بقى. طول ما احنا ماشيين اسر قاعده وناس بتلعب، وبكل صراحه الجو كان جميل جدا النهارده. مش عارفين بقى بصراحه الجو هيستقر على ايه، لاننا شويه نلاقي الجو ساقعه، شويه نلاقي الجو حر. يعني الاجواء حتى الان بالنسبه لحاله الجو غير مستقره تماما. ولكن الجو النهارده يعني على العصر دلوقتي، على التوقيت اللي بنزل لحضراتكم فيه الفيديو، الجو بدأ يتحسن. والله يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة من الفيديوهات الجميلة جدا اللي أنا كنت مبسوط إني بصورها لحضراتكم. بحب جدا أصور معاكم في الأعياد ونتابع، لأن بجد الواحد بيبقى مبسوط بفرحة الناس. الناس بتعاني بقى من ضغوط كتير، فكله ما بيصدق الأعياد تيجي عشان نقدر نتفسح ونقدر نخرج ونقدر نغير جو. مضغوطين بقى دراسة، ومضغوطين بقى في كل حاجة، شغل ودراسة وحاجات تانية كتير. فالناس اهي كمان بتلعب، الشباب بيلعبوا قدامنا. فكلنا ما بنصدق الأعياد تجينا عشان نقدر نغير جو، نقدر ننطلق ونروح الحدائق زي حديقة المنتزه. ده بقى اللي قدامنا معرض الترماي المفتوح، الترماي القديم بتاعنا اللي كلنا في اسكندرية طبعا عارفينه. حبيت بقى أبدأ معاكم المقدمة، وحبيت أنهي معاكم برضو بالمعرض اللي موجود قدامنا داخل حديقة المنتزه. أتمنى بقى ما أكونش طولت على حضراتكم، وهتوحشوني جدا جدا من هنا للفيديو اللي جاي. لسه في فيديوهات كتير جدا عن كل مكان في اسكندرية. تابعونا، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم امين يا رب العالمين.